السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، لازم 3 جدا. بجد وحشتوني بجد، ربنا يخليكم ليا. بجد بفرح قوي لما بفتح الكاميرا وبحس ان الكاميرا دي بجد حياتي. بحبكم كتير. قبل اي حاجة نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما تنسوش اللايك والكومنت، بجد بيفرحني وبيسعدني. بصوا بقى معايا كده كيلو من اللحمة، اي قطعية انت بتحبيها، بس يستحسن تكون قطعية تكون بتستوي بسرعة. دي قطعية من الرقبة. تمام، قطعتها كده مكعبات، هي ماسكة نفسها شوية لسه بقى طالعة من الفريزر. وهقطعها مكعبات، وتعالوا بقى هنعمل مع بعض بجد حاجة في منتهى الجمال. فخار اللحمة بالعجين، طعمه خطير وطعمه خرافة، بجد روعة. يعني العجين اللي انت بتعمليه فوق كل طاجن، عايزة جنبه 10 طواجن عشان اكل بس بالعجين. ومش عايز جنبه اي حاجة تاني، ولا عايز رز، ولا عايز اي حاجة تاني. هو يتاكل بالعجين وبس كده، طعمه خرافة. بصوا بقى قطعتها كده مكعبات. لا اله الا انت سبحان ان كنت من الظالمين. هاخدها بقى كده في الطبق او البوله بتاعتي، وهغسلها حلو جدا بالملح طبعا. وبعدين جبت كده طاسه معايا على النار، وهحط كده شويه من السمنه البلدي بقى. يا دوب السمنه تسخن معايا حلو جدا، وهنزل بالايه، باللحمه بتاعتي. السمنه ما عجبتنيش ان هي قليله، ورحت حاطه حته تاني عادي مفيش مشكله. هنزل بقى كده في، يعني عايزاها تاخد صدمه معايا. اول ما هتاخد صدمه معايا او تاخد لون من الناحيه التانية، هقلبها على الناحيه التانية زي ما احنا عارفين طبعا. وتاخد بقى وتستوي وتاخد طعم السمنه معايا. احط فلفل اسود، وحبهان ورق لوري. مش هحط الملح دلوقتي علشان بس ايه، في نص التسويه كده هنزل بالملح. هنزل بقى بشويه من الميه. بصوا بقى اللحمه بقى لما خدت الصدمه، نزلت بقى اللون بتاعها والبهاريز بتاعتها. يا سيدي على الجمال، هو ده اللون المطلوب. انا عايزه اسويها 3/4 سوا كده. بصوا اللي هو الشوكه تغرس فيها. تمام. وبعد كده هروح نازله بالخضار بتاعي، اللي هو البصل. هديله تقليبه. البصل مقطعاه مكعبات صغيره. بعدين هنزل بقى بالبطاطس، مقطعاها برضو مكعبات صغيرة. اللي هو يعني بصوا اللحمة خدت 3/4 تسوية. اللي هو باقي الخضار لما يستوي تكون اللحمة استوت سوا كامل. تمام. هو الجزر برضو مقطعاه مكعبات برضو تخينة شوية، وفلفل حامي او فلفل رومي، وكمان فلفل الوان. اي خضار انت بتحبيه حطيه، عايزه تحطي بسله، عايزه تحطي فاصوليا، اللي يعجبك حطيه. عايزه تستغنى عن اي حاجه من دول شيليها، مش شرط يعني. بس بجد كانت خرافه. حطيت رشه من جوز الطيب، عايزه تستغني عنها مش مشكله. معلقه كبيره من البابريكا، هو ده اللي هيديني اللون الحلو. انا مش حاطه طماطم خالص. احط بقى شويه برضو من الفلفل الاسود تاني.
معلقة صغيرة من البهارات المشكلة، واحط الملح. شم الريحة بقى، شم الريحة، ويعني بقولكيش فخارة خرافة. يعني هو عايز يتاكل ني كده من شكل الالوان اللي هو فيه. حطيت له بقى شويه من الميه وهغطيه، وهوطي عليه لغايه ما البطاطس تستوي سوا كامل. وكانت بجد كل حاجه كانت مستويه في المظبوط، لان اللحمه كانت مستويه 3/4 تسويه. عقبال بقى ما انا وطيت على الخضار وعقبال ما ياخد بقيه التسويه، متنسوش بقى حطوا اللايك كده، انا بفكركم باللايك اهو. وتعالوا نعمل العجين بتاعنا. معايا كده مع كوبايتين من الدقيق على حسب الكميه الطواجن اللي انت هتعمليها. وحطيت كيس معلقه كبيره من الخميره، ما حطيتش الكيس كله بصراحه. وحطيت معلقه كبيره من السكر، ومعلقه من او ذره من الملح. وهعجنهم عجين عادي جدا. هحط مثلا آه اللهم صل على سيدنا محمد. حطيت 3 معالق من الزيت، اللي هو يعني انا حطيت 6 معالق من المعلقه الصغيره دي. تمام. هنزل بقى بالميه حبه حبه لغايه ما العجينه تلم معايا. بجد كانت خرافه. لمت معايا العجينه ورحت ركنتها على جنب. بس انا طبعا عجينه مش محتاجه اي افتكاسه، فهو العادي يعني. نزلت بقى بصوا بقى بعد ما استوت، بصوا شكلها خرافه بجد. حطيتها بقى كده، حطيت كل شويه في الطاجن مع قطعه اللحمه ايا كان كميه قد ايه. شويه بقى كده من الصوص بتاعنا اللي هو يتاكل بالعجين كده، ما اقولكوش. على فكرة ممكن تعمليها في طاجن بايركس لو انت ما عندكيش الطواجن الفخار دي. ممكن تعمليها في طاجن بايركس، وبتعملي العجينة مستطيلة، وتغطي العجينة برضو على الطاجن البايركس بتسمسم، ودخليها الفرن وبألف هنا وشفا. ولا اجدعها يعني. بصوا سهله جدا، ما خدتش معايا مواعين كتير، وكانت يعني في منتهى البساطه. ما خدتش معايا وقت ولا وقفتني كتير في المطبخ، وخصوصا في الحر اللي احنا فيه دوت. بس هي بصراحه يعني بيني وبينكم كده، هي اكله شتويه، لان هي كان على الطواجن بتفضل سخنه لغايه اخر لقمه انت بتاكليها. بس بجد هي حلوه مش وحشه، بس الاكتر اللي هي اكله شتويه. وادي العجينه بتاعتنا خلصت. هنزل بقى بصوا بتتفرك كده زي اللبانه. عندك بقى حاجه كده غطا طاجن، غطا برطمان، غطا اي حاجه. المهم ان انتي تعرفي المقاس اللي ايه عايزاه على قد الطاجن اللي انتي هتغطي بيها. معلش ان هي مش ظاهره قدامكم. بصوا حسيت ان هي صغيره، بس هفردها تاني. انا جبت بوله زي دي كده، بصوا شدي بقى. وهي اصلا يعني زي اللبانه كده، تاخديها وتاخدي وتدي وتشدي فيها براحتك جدا، ما تخافيش. والزيادات دي هقطعها. يا سيدي على الجمال. انا بقى كنت عايزه من العجينه دي كده بتاع 10 لقمات كده، هو اللي هاكل بيها الطاجن وبس كده. اللي ياكل. بص الطواجن الصغيره دي كانت لفرد مثلا، الطواجن الكبيره ممكن فردين وممكن 3 ايا كان. بجد كانت حلوه قوي.
بس غطيت بقى كل الكميه او الطواجن اللي معايا، دهنت وشها بسمنه كده. بصوا الطاجن الكبير كانت العجينه اتقطعت مني، بس برضو اتصرفت وقفلتها. ده سمنه على لبن يا جماعه، سمنه على لبن عشان تديها لمعه وتطلع معايا في نفس الوقت طريه. عايزه بقى تديها حبه سمسم، عايزه تديها حبه بركه، عايزه تسيبيها كده. بصوا هتتاكل يعني هتتاكل. انا رشيت لها حبه سمسم كده، وخصوصا ان احنا بنحب السمسم اكتر، رحت رشت لها حبه سمسم. في معلومه بقى عايزه اقول لكم عليها، اوعي تدخليها الفرن كده، يعني ما تحطهاش على الشبكه كده ابدا، حطيها في صينيه علشان تعرفي تطلعيها. لكن انت لو انت ماسكه اي فوطه او اي حاجه هتطلعي بيها، مش هتعرفي تطلعي، لان مش هتعرفي تحطي العجينه، تمسكي العجينه بالفوطه. لازم تحطيها في صينيه كده، وبعد كده تطلعي الصينيه وتعرفي بقى تتمكني وانت بتطلعي. بصوا مولعه نار، بصوا ما اقولكوش خرافه، طريه. بصوا طريه، وسكينه بصوا ماشيه فيها زي ما اقولكوش. واخده بقى من الصوص بتاعها جميله، جربوها وقولوا لي رايكم ايه. فخاره في خرافه. هطلع منها كده جنب الرز الابيض، وبصراحه هي ما كانتش محتاجه رز ابيض. بصوا اللحمه مهريه ازاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.